كلمة تمويل المركبات، لأن في ذهن ربما أنا المشاهد لما نقول السيارات يمشي ذهنه فقط إلى السيارة السياحية، السيارة السياحية ولكن فقط. نعم. هناك السيارة السياحية، هناك السيارة النفعية، هناك نعم. الشاحنات. نعم. يعني بكل أنواع المركبات. نعم. بنك البركة الجزائري يقوم عنده منتوجات مصرفية مخصصة حسب كل فئة معينة. نقصد بالشريحة الأولى شريحة الأفراد والأشخاص، يعني السامبل سيتويان اللي عنده ان بوزوان en matière d'acquisition d'un véhicule، مثلا حاب يشتري سيارة يستعملها في حاجيته اليومية. نعم. عندنا منتوج صيرفة خاص اللي هو عملية المرابحة سيارات. واش يدير البنك؟ يشتري دفعة ولا حصة مسبقة من عند ان فورنيسور مركب سيارات، ولكن على شرط ان تكون مصنعه ومركبه بالجزائر. يعني بالجزائر. يعني ربما السيارات الاقل من 3 سنوات مش تقيسها هذا القروض. لا غير معنيه، السيارات اللي اقل من 3 سنوات راح يكون تمويلها يتم على الاموال الذاتيه تاع الافراد، يعني سوغ فون بروب تاع كل شخص، واللي راح يجلبها ويستوردها. البنك ربما راح يكون طرف في العمليات، هي عمليه تاع التجاره الخارجيه فقط. اما حيث التمويل راح يتم على ذاته، يعني هو سون ارجون، سي افيك سون ارجون. نتكلموا على السيارات الجديده. بالنسبه للسيارات الجديده اللي تهم المواطن كشخص كفرد، هنايا لابد ان تكون مركبه ومصنعه في الجزائر. هذا الشرط الاول. ثم لابد يكون عنده دخل ادنى. احنا بالنسبه للدخل احنا على كل حال حابين نحطوه اقل ما يمكن، ولكن نراعيو كذلك القدره تاع القدره الشرائيه تاعو. احنا وضعنا حد ادنى 50,000 دينار جزائري كحد ادنى، ولكن على بالنا باللي هناك ربما كاين اشخاص اللي يعملوا اقل من 50,000 دينار جزائري، فحاولنا نجد بدائل لذلك، وسمحنا مثلا بين الزوج والزوجه يعملوا دخل واحد، يحسبوه على اساس انه دخل واحد، يعني جمع بين الدخل تاع الزوج والزوجه نحسبوه كانه دخل فردي واحد، لكن يبقى ربما 5 ملايين. لكن يبقى 5 ملايين. لماذا؟ لان هنا القانون ما يسمحش باش تاخذ اكثر من لو تيير تاع لو ريفوني، يعني ثلث الدخل تاع الفرد، حتى يبقى له باش يواجه الحياه. لازم هذا الانسان لازم يعيش، لازم يتنقل، لازم ياكل، لازم يلبي حاجيات العائله تاعو. ما لازمش هذيك ندخلوا ما يسمى لو سيغونديتمون تاع لي ميناج، يعني الديون الاضافيه اللي راح تصبح عبء كبير. نعم سيد كريم، اسمح لي ربما نقاطعك فقط. ربما شخص الراتب تاعو 50,000 دينار جزائري. في هذه الحاله كيفاش تقدروا تعملوا؟ هنا 50,000 دينار جزائري ندرسوا الملف، نشوفوا سعر السياره اللي هو حابها هو، وحسب الدخل تاعو نشوفوا نديروا له عمليه محاكاه سيمولاسيون باش نعرفوا ما هي المساهمه الشخصيه تاعو اللي راح تكون في السياره هذه، لانها تختلف. تشري سياره ب 2 مليون دينار مثلا 200 مليون سنتيم، ولا تشري سياره ب 4 ملايين سنتيم، المساهمه الشخصيه تاعك راح تختلف حسب الاجر تاعك. حنايا نطالبوا عاده بمساهمه شخصيه تبدا من 20% من قيمه السياره. نعم. باعتبار يعني يدفع مسبقا 20% من قيمه السياره. من قيمه السياره، وحنا يدفعنا في حسابنا، البنك يضع هذا المبلغ في الحساب تاعنا، ثم احنا نعطوا له التمويل في هذاك نفس الحساب، ونحكموا المبلغ الاجمالي تاع 80% تاعنا زائد 20% تاعو، نقوموا بشراء السياره.